لكنها هنا كلمة، هذا اللفظ لفظ البربر ربما استوحش منه بعض من ينتسب هذه النسبة. وي يستوحش يستوحش بعض من هذه الكلمة وكذا. وشكون هما بعض؟ راه حنا كمغاربة، حنا اللي ما عجبناش هاد الكلمة هذه تاع بربر. من الاخر ما عجبتناش هاد الكلمة تاع بربر، حيت عندها ارتباط، نجيو ليها من الاخر، عندها ارتباط بالكلمة اليونانية ولا الرومانية وداك التخربيق سميتو بأن البغبغ والبربرة أما بداك التأويل العربي المشرقي لكلمة البربر وإعطائها ولباسها بلباس تاريخي. هنا في كاين مشكل. كلمة بربر هنا في كاين فيها واحد الحساسية، وبنادم يكون عنده اش ما تتعجبوش من الاخر كمغربي، ما تعجبوش هذا الكلمه هادشي. ما نقولش كمغربي امازيغي ولا شي كمغربي ما بلانش هاد السميه هادشي. ويقول لا تسمونا البربر لكن سمونا الأمازيغ، قولوا الأمازيغ لا تقول البربر. او بطبيعه الحال راه خاص هذا هو علاش قلت بان راه هاد الاسم هذا كبربر ما بلانش ما يسمش، حيت فيه واحد حيت الاصل تاع الناس تاع هاد البلاد اللي هما احنا مسمين راسنا امازيغ، وخاصنا نسمونا امازيغ صح. انت هو امازيغ تقول انسان الحر، يعني علاش انا غادي تسميني بواحد الاسم جايني من برا، سواء من كباغ ولا سواء من سميتو من العرب ولا من المشارق. علاش بتسمي واحد الاسم انا ما عندي به صله؟ انا تنسمي راسي انسان الحر امازيغ، يعني ما واخا تجيب لي شي اسم زوين باسم عنده واحد من التاريخ ولا من سميتو العالم سيبويه اللي حط القواعد والنحو تاع اللغه العربيه لغه الجنه، كتجيب هذا شي اسم واعر، لا سميني امازيغ من الاخر. وهذا الاستيحاج له سببه أن هذا اللفظ هو يلتبس في ترجمته بلفظ آخر. البربر هذا يترجم إلى اللغات الأعجمية على وصفين، على ترجمتين. لبغبغ، وهذه ترجمته بالفرنسية بالإنجليزية بما شئتم، بغبغ هكذا كأنها باء مفتوحة ممالة. ويترجم بغبغ بالإنجليزية بربريان. كلا اللفظين يترجم العربية البربر. فالبربر بغبغ هم أبناء مازيغ، والبربر باغباغ بربريان هذا لفظ كان يطلقه الإغريق على كل من لم يكن من حضارتهم، يقولون برباريو. مزيان اشوف راه قلتها في الاول بان جميع هاد سميتو هاد الشروحات تاع اللسانيات ما بين بربر بربريان امازيغ انجليز الرومان داك التخربيق كاملو ما تيهمنيش. باغ وتعطي هذاك النسبه تاع بان راه الباغ والمصيبه الكحله والمصيبه الطامه الكبرى هي تتلقى في سميتو في بارك توبقال ودوك النواحي وجميع دوك الدواوين والمداشر ديال بارك توبقال، ونزيدوا عليها حتى المداشر فوق تاع الريف والعباد. اش يبقى تيقولها صاحبي؟ تيبقى نصم لي بيغ لي طابي بيغ كذا لي بيغ ثلاثي بيغ اش يقول لك لي ويسكي بيغ زعما اتي المرض. عرفتي فاش بنادم فاش تلقى من الناس مسلوبون الوعي ديالهم من خلال كلماتهم، وهذا الشيء راه جايب بزاف. فاش داروا دوك النشرات الاخباريه بالامازيغيه تيريفي تيشرحي تتلقاه تنسمع انا تنفهم تتلقى الجمله فيها 50% ولا حتى 40% تاع الكلمات العربيه. هنا فين وصلوا هاد البلان تاع تيوصلوا تولوا مطبعين مع هاد الكلمات العربيه مع هاد الرافد المستعمر مش المستعمر ولكن المحتل لهاد سميتو هاد الكلمه. حيت كاين الفرق ما بين المستعمر والمحتل. المستعمر تستعمر ارض خاليه والمحتل تحتل ارض بتاريخها وبثقافتها. يعني فاش تلقى بحال هكا تتلقى الناس مستربون الهويه وتدافعوا على واحد الحاجه اللي اصلا ما اصلا نيتها ناقصه وباش تطغى على ثقافته، ولكن مع الاسف شحال تيقول لك طبي بيغ
لويس كيبيغ اش باقي بيتسنى صاحبي التويمات مع الناس هادو. يعني خلى واحد الارضيه خصبه لتنامي هاد الفكره هذا. واحد الحاجه انا بالنسبه لي من حد الان انا عادي، علاش حيت دابا الناس كثرت اللغة على هاد الكملي. وانا بالنسبه لي السيد هذا رائع، بالنسبه لي رائع بجميع النواحي. علاش؟ كمغربي اول حاجه، وثاني حاجه كداعيه، ماشي نقول داعيه، كشخص علامه في الدين، واهم حاجه اللي هو مشهور في العالم الاسلامي بالطابع المغربي. ما ندويش على هنا حتى هنا بيكون في المغرب وكذا، بديك الخلفيه العباد سميتو كمغرب، شيء عاجي. يعني في اي جامعه تلقى جامعه تاع الحومه صغيره تلقى فيها هاد الهويه المغربيه. اما كشخص انسان واخد القيمه تاعته، ماشي واخد القيمه، فرض القيمه تاعته وفرض الهبه تاعته في العالم الاسلامي وفي العالم تاع العلماء تاع المسلمين، فما بالك بالعالم المسلمين. يعني بعد الانسان رائع. داكشي علاش دابا تنرجع خاصني نرجع مثلا نقرا اجزاء مقطعين. انا دخلت دابا واش القناه تاعتو هاتي ولا ماشي القناه تاعتو هاتي، ولكن انا لقيت هذا المقطع هذا مزيان. تيبدا من التيبار باش نشوف هاد اللغه اللي كثر على هاد السيد هذا. وانا ما تنظنش داكشي اللي دابا كلشي يقول عليه لا الامازيغ تيقول من بالي كذا سميتو. واسمع داك البارت تاعت تيبقى تيشرح شرح عادي جدا، حيت داكشي هكا قريناه والناس قراوه قبل منا كذا في المدرسه العموميه المغربيه. ماشي هادشي اللي قرينا، ولكن هادشي اللي تياخذوا بالنسبه المتعصبون للثقافه الامازيغيه وراه حاجه عاديه. ولكن فاش ما ندافعوش بتعصب، ولكن ندافعوا بتروي. يعني فاش ياخذوا بان تاع البربري وكذا، بان يعني اي واحد خارج على الثقافه الرومانيه تسميه بربري، عرب، امازيغ، اي فئه. وهذا واقع. وهذا الشيء من جا داك التاويل باش حنا نخباو. عرفتي داك التاويل. نعطيك مثال بسيط. هو تاعت الجيريا، الجي. يعني في الترجمه تاع باللغات كاينه الجيري كذا كذا، ولكن في الاسبانيه ما خاص تقرا الجيريا، خاص تقرا الخيريا. ولكن كثقافه يعني بحال هكا لا، فاش نطق الخيريا راه يمكن ما ناقصه بالنسبه لنا حنا كشمال افريقيا. ارخيليا قلبوا ال ار ارخيليا. يعني نفس البلان تاع بري بلوس بيرت، فاش بيترجمها بالفرنسي بيرت ضياع، لا بري بلوس يا بيرت بلوس بيرت بلاس. هنا نفس تبقى هاد البلانات، هاد اللعيبه تاع التلاعب بالحروف تاع الكلمه. الا كانت في ترجمه تاع شي ثقافه اخرى تعطي واحد المعنى خايب بالنسبه لينا حنا، ماشي بالنسبه لديك الثقافه، بالنسبه لينا حنا. يعني بالنسبه للجزائريين والمغاربه ولا شمال افريقيا يسمعوا الخيريه الخيريه، فهمتي؟ ولا بالنسبه للصبر لا عادي، ولا خاص تقلبوا علينا. يعني يخدموها، نجيك من الاخر التيرين نخدموا هاد البلان هذا نقلبوا بين الار والال. يعني هنا كاين هاد التلاعب بالكلمات ما بين باربر وبربر، نفس المعنى الملم، نفس المعنى الشريف، سواء باربر سواء بربر، امازيغ من الاخر. يقصدون ماذا؟ من لا ينتمي إلى الإغريق في ذلك الزمن فهو ليس بمثقف وليس بمتعلم، فهو من جملة الهمج المتوحشين. وأخذ هذا التسمية أيضا الروم اللاتين لما استولوا على الدنيا، كانوا يلقبون من يكون خارج سلطانهم ونفوذهم بارباري. ومنهم الذين يقعون بالنسبة لهم كل من ليس يقع تحت سلطانهم ونفوذهم فهو من الهمج الرعاع المتوحشين. راه في كاين دابا انا شيخ كمال عارف اش يقول في اللقطه تاع راه يا قبيحه هو تعترف، ولكن انا تتبقى ديك البلان تاعت بان راه اخذها عن كذا وكذا سميتو. راه التاويل ما شغليش انا واحد يرجع بحال هكا سميتو نستشهد به بانه راه سميتو خدم بها ولا تداولها من خلال كذا ولا كذا. وشوف راه باربار كذا سميتو كلمه خايبه، خصوصا في ديك الفتره تاعت في الترجمه تاعت العلوم الرومانيه وسميتو. يعني في ديك الترجمه تبان ديك المعنى معنى خايبه. باربار تاع حنا كعرب وكشمال افريقيا ولا امازيغ لا خاصنا نبدلوها بها بحال هكا، ولا ما نسمعوش حنا نسميو الاخرين، حنا نسميو حنا عرب. انا تتبقى تقول لك كاتب التاريخ هو المنتصف المعارك. يعني بحال هكا بداك المترجم والعرب هما كانوا شادين السلطه هما سميتو. يعني طبعا الحال غادي يتحكموا في المفردات الاصطلاحيه.
يعني فاش نحولوا من بلباغ لباغ على سقوها في واحد الامه بعيده عننا، ما قدروش يسقوها في الفارس. كانت امه قريبه ليهم وكانت مأثره على المنطقه تاعتهم، بالعكس كانوا هما اللي حاكمين، كانوا هما العلماء القراب وكانوا حاكمين في ذوك النواحي. سميك غالبيه العلماء تما كانوا علماء فارس، بحكم بعد تاع أمازيغ ما كانوش مؤثرين جدا في الثقافة العربية في عقر دارهم. داك الشيء علاش ممكن لصقوا كلمات باغ لصقوها سميتو لشمال افريقيا كمسلمين، وخلاو المنطقة العربية كعرب والباغ باش يحيدوها بسميتو، حيت لطفا ورأفة في إخواننا المسلمين بين قوسين بالنسبة للعرب في منطقة الجزيرة العربية، بالنسبة لإخوانهم في شمال إفريقيا الأمازيغ. فلا هذا الالتباس هو الذي يعني أوقع في نفس هؤلاء المنتسبين إلى هذا النسب، أوقع في نفسه بهذا الاستيحاش. والحق أنه لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن هذه اللفظة قديمة جدا في نعت هذا الجيل من الناس. ها هو مالك متوفى سنة 79 و100 يروي أن عثمان أخذها من البربر، قديمة في الدالة على هذا الصنف الناس. وتكلم أهل العربية وأهل الأنساب وأهل الاشتقاق عن اشتقاق هذا اللفظ، من أين اشتق. بعضهم يقول اشتق من بر بن قيس على بن مضر، هذا الذي يقول إن أصلهم العرب. وبعضهم يقول من البربرة، بربرة اللسان. المهم يذكرون في ذلك أقوال ويذكرون أشعارا. هنا فيك مشكلة. أنا بقيت دوك نخرج، قاعد نخرجوا، قاعد نشوفوا من بين اش نخرجوا راسنا من عنق الزجاجة بما يسمى بالاشتقاق. واشتقت من كذا، واشتقت من فعل اسم في فلان بالفلان، واشتقت من كلمة بربر ولا برابرة ولا داك البربرة داك التحريق. يعني ما نبقاش نتخباو ونعطيو الصبغات الأحقية ولا الصبغات المعقولية في هذا البلان تاع هاد الكلمات المعقولية غير بسياق الكلمات الدارجة. يعني باش ما نبقاش نتخباو في هذا البلان تاع الكلمة تاع الاشتقاق. من الآخر بربر بدون مشتق من كلمة بربر بيربر، لا علاقة لها بسكان شمالي عندهم تاريخ وحضارة وتسميوا راسهم أمازيغ. ولم يكن ذلك يؤذي أحدا من الناس، مما يدلكم على أن هذا الاستيحاش والوجدان في النفوس شيء طارئ حادث. ولكن مع ذلك إذا علمنا هذا فإن ربنا سبحانه يقول ولا تنابزوا بالألقاب. ربنا سبحانه حرم النبز بالألقاب. فإذا نعت إنسانا من هذه النسبة، نعته بلفظ البربر يريد به ما يحمله من حمولة السوء، فهذا لا خلاف في عدم جوازه، لأنه من النبز الذي حرم في القرآن. أما إذا كان التعريف هذا الجيل وهاد الكلمة هذيك على واعرة مزيان، علاش ما كاش حاجة عادية. راه الناس نقول لك راه أكثر الشعوب الغير العربية القحة اللي تتسمي أهل ناسها باسم عربي ماشي اسم عربي، اسم عربي ماشي عربي وتربطه باسم الرسول الأمي العربي كذا. يعني كلمة العربي عندها ارتباط باسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. من أسماء محمد في الأمازيغ العربي. وأكثر الشعوب تسمية لهذا الاسم العربي هم أهل المغرب، وخصوصا أهل سوس. والسوس يسمون اسم العربي. وغالبا أي إنسان تلقى اسمه عربي في المغرب تلقى أمازيغي. ولن تجد في أهل الجزيرة العربية من يسموا أبنائهم باسم عربي. هنا في ما كانش المشكل، ولكن قالوا هذا هذا حدث طارئ. يعني دابا شحال صافي الناس فاقوا، المغاربه فاقوا، حتى هذا الشيء ما خاصوش يبقى دايم. حتى تقول له هانيه بعد ما تيخورك ما بقاش. هذا الناس خاصو يعني داكشي علاش حدث طارئ. هنا فين نقول مع الشيخ الكبير بان راه شي حاجه طارئ. يعني خاصنا شي يوقف، خاصنا نعيدوا التاريخ ديالنا، نعيدوا التاريخ ونتصالحوا مع تاريخنا، نتصالحوا مع ثقافتنا وطبيعه الحال ديالنا ثابت من الاخر. اما باش نربطوا ما بين الدين واللغه علاش؟ لأنه كاين مشكل. لغه علم،
سواء تكون عربية ولا فرنسية ولا إنجليزية ولا إسبانية ولا يابانية، لغة علم. أي لغة كما تكون نوعها لغة علم تنعلم بها ثقافة شعوب آخر. ما ندويش على العلوم، علم بصفة عامة، علم الاجتماع كذا، خصوصا في علم الاجتماع. اللغة هي لغة علم الاجتماع، تنتعرفوا عليها بلغات. تعلمت لغة، تعلمت ثقافة جديدة من الآخر. أما باش ربطوها بأن تنحارب لغة، لا تنحارب لغة، تنحارب هوية وثقافة. المغاربة يحاربون هوية وثقافة، يحاربون الهوية العربية والثقافة العربية، وليس يحاربون اللغة العربية. واش جا من الاخر. انا باش نسمع، انا بالنسبه لي ما حتى الان وسمعت دوك المقاطع الفيديو بقات تقول الامازيغ كذا كذا، راه عادي، خاصنا نشوفوا السياق تاع الكلام فين تيكون. اما هذا الفيديو كافي من الاخر. هذا الانسان علم في منصبه وفي توجهه وفي علمه، انسان رائع في كلامه، كلام منطقي، وكلام منطقي من خلال الثقافة ومن خلال الدين. يعني كلام ناضج. هنا في اللغة أخرى لا تتنابزوا. احنا في الكلمة فاش بان يقول بربر ولا بغبغ تيقصد بها تنقيس، وهنا في كاين مشكل. تيقصد ولا ما تيقصدش، ما خاصوش يقول نهائيا كلمة بغبغ. خاصو يحترم أهل الثقافة وأهل الأرض وأهل الدار بتسميتهم بالاسم الذي يطلقون على أنفسهم. يطلقون على أنفسهم أمازيغ، سميهم الله يرحم والدين أمازيغ. عليها كلمة بغبغ مشتقاتها من بغبغ وهذاك تخربغ. أمازيغ كما أنتم لا ترضون بأن تسمون باسم أهل فارس. خلينا نتخربق بالهضره بالعربية. وهي الخليج الفارسي. نقول الخليج الفارسي عند الجزائر، شبه الجزيرة العربية، لما ينوضوا ويخربقوك صاحبي بالسبان وينوض القيامة تسموه الخليج العربي. أما الأصل الخليج فارسي. أين كانوا العرب حضارة حينما كانت دولة فارس إمبراطورية تصول العالم الشرقي؟ ديك الساعة كان أكبر عالم حتى جاء الإسكندر أكبر. يعني هنا كلمة خليج، ما بين الخليج الفارسي والخليج العربي كاينه روينة. جوجل تدخل الخليج العربي فوق آسيا كاملة، تدخل الخليج الفارسي. هذا الأصل تكون في بيرشيا، ماشي عرب غلف. ولكن هنا تتبقى شوف، هي اسم بالك باسم أمة واسم شعب واسم حضارة، نجي تسمو باسم نتوما اختارتوه. مشتق من مشتق كالبغبغ.